ادري انا عرفتي شنو درت، انا بلوك العائله كامله حتى في فيسبوك بلوكيتهم. مهني كاين شي انفيتاسيون ولا هادشي ولد عمي ولا شي حاجه كنبلوكي. نخلي غير دوك اللي ما كنعرفش. والله العظيم الا بلاتي كذا الصباح هو يكتب اكسل هاني بعثت لك انفيتاسيون هاي. اما لا كون راجل وتشجع السيره كندوز السيره الاقتصاديه هو كاع مقبول في المنظمه العالميه للتجاره. كوراج يطلع كوراج. انا نعاود نبعثها لك بور لا دوزيام فوا. يس والله سيدي لا راني باعثها لك. اخواني اسمع اخويا جاوب امين. بلاتي انا راه خواني هما بلوكاوني ماشي انا اللي بلوكيتهم. ها انت اكسل هاي شا الانفيتاسيون ولا مشيش؟ ها هي صيفتها لك شا مكاجي والله مكاجي. انت باش بلاتي نقلب لك باش تبان لك مزيان. ها يا هاي راك مانفيتي شا باش ما تقولش لي ما تخافش راني نجيكم. يطلع ما يبان لي جزائري انا طالع نصيفط لي لانفيتاسيون ندير لها تسط ونصيفط عليه هاك. هاي طلع كوراج ما تبقاش تكتب تما لتحت. اما لا كوراج طلع والله ونتكايسوا نمشوا معاك هي حبه والله نمشوا معاك. هذا باش شنو نشدوا فيك تجباره دابا ولا شنو؟ طلع زيد العار بطلع. فرق بارطاجيو للدراري، بارطاجيو لهذوك اللي حلوا لايف بحال هذاك زين وامين دي زاد وهذوك كامل بارطاجيو ليهم. ما كاينش مشكل بارطاجيو ويجيو عندنا الناس. بلاتي نطلعوا جمانه باش يجيو بلاتي. شو من صافي دابا بزاف سمع جمان. عاد زمان عزيز عندهم يطلعوا بقاو زمان يطلعوا باش حالي انا. عمي إدريس ما تروحش لعندهم خافوا عليك عمي إدريس. ماما دابا غيجيو والله حتى غيجيو دابا بلاتي نبارطاجي معاهم. دابا نبارطاجيو معاهم ونجيو يسبوني ونهبط انا نخليهم معاكم. انا ما عرفتش علاش كيسبوني والله ما عرفت. دابا انا بغيت نفهم قال لك عنده السياده الاقتصاديه. سنحوسه بنت اخويا طلع انا نهبط. يا انا عبد السلام الحمار. السلام عليكم. تربى الحيوان تربى. راه قلت لك راه ما تفراش اصاحبي. يا سي جباره خلينا نقولوا طلع لي عبيس طلع لك انا عبيس لام صافي ما غاديش تحبس غادي تبدا السبان. لا طلع شي حدا اخر. الراجل يلا طالع قيس باقي ما شدش تسر وباقي ما كرسي ما شدوش عبيس لام حمار. كسبيدي تبارك ما تسبش الشومه. لا شوفوا ملي نكون هادو تشوفوا خوتي المغاربه ملي نكون نسب قولوا ماشي مغربي. يا وقاعد لا تغسل عليهم زباره يا صاحبي. نكروني ملي نكون ناقص قولوا مغربي. اسمع هو اكسل هو تشجع. اولا
كنوجهوا لك التحيه وكنقولوا لك برافو عليك، برافو عليك، الف مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. واش راك لاباس؟ كيف التشيليم صافا لاباس وكني غواره. كون غواره. راك قبايلي؟ قبايلي دا مقرا انا قبايلي. مرحبا مرحبا سي اكسيل، مرحبا. فين بالضبط في القبائل؟ في القبائل بجايه. جاي والله الناس وخير. يتكلمنا على لا باطاي دي شريدن. لا ما عندك شويه مع التاريخ ولا ما عندكش مع التاريخ؟ شويه على بالي برك التاريخ تاع بجايه اكثر من التاريخ تاع المغرب. التاريخ تاع القبائل صح، التاريخ تا هو ما شاء الله. وتحيه كاع المجاهدين الكبار على راسهم سي كريم بالقاسم وعمر وعمران وعبد رمضان واللائحه طويله ما شاء الله. انا عندي واحد في الجايه وين تروح كاين المجاهدين. انا عندي واحد السؤال والله ما قدر يجاوب عليه جزائري صراحه. سقسيني خويا بالك نجاوبك. اي قبل ما تكون ثورة التحرير نورمالمون والبيان ديال نوفمبر ورحمة الله على الأوراس وعلى راسي مصطفى وبليد، قبل ما تكون بداية الثورة كان ما يسمى بالمنظمة الخاصة، وهذيك المنظمة الخاصة غادي من بعد غادي يتم الإفشاء السر ديالها، وهي كانت منتشرة في كاع الجزائر. سؤال مطروح، كيفاش تم إفشاء السر تاعها؟ كيفاش؟ يعني بيعوا بها. شكون بيع بها؟ نروحوا الاقتصاد خاطيك سياسه. ندوزوا لحاجه اخرى. بس ادريس والله بلاتي تجباره بلاتي دقيقه. شفت الخطاب ديال السي الرئيس ولا ما شفتوش؟ احنا الرئيس تاعنا دائما نشوفوا الخطاب تاعهم، المسؤولين تاعكم اللي ما يخاطبوكمش ما دايرينكمش كاع. واه صحيح. هذه انا منين هكذا نشوفوا مسؤول تاعكم يخاطبكم نحلوا التخطيب تاعو كما انتم تستناو بفارغ الصبر يخرج تبون ولا مسؤول باش تسمعوا كاع لي اللايف تاعكم. اكسب اشنو غادي تحلوا التخطيب ديالنا؟ لا هو ما العربيه عنده شويه ناقصه. نعرف نهضر العربيه انايا شويه برك العربيه. معليش تهضر الفرنسي تهضر الفرنسي. معليش حبيت نسقيك علاش انتم ما عندكمش مسؤول يخاطب الشعب تاعو يقول له اكسل كتهضر الفرنسي. يا سي جبارة يا سي جبارة يعني هي اكسل اصاحبي. اكسل بغيت غير نسولو شنو كتجهدي هي. لا جبارة ما سميتو قبايلي ما فهمتش مسكين ما شالت. هو غير تعلم القبايليه ولا قبايلي؟ لا شي قسطنطيني ولا شي حاجه. انا عارف والله كسوره ما عندوش قبايلي 100%. إذا نرحب بالأستاذ أبو آدم. هذا أبو آدم بني بوكسور. السلام عليكم أبو آدم، لاباس؟ السلام عليكم، تحياتي لكم. السلام عليكم، تحياتي لكم. أبو آدم من الجزائر. منين في الجزائر بالضبط؟ ربي يبارك فيكم. الجزائر العاصمة. الجزائر العاصمة. خير، مرحبا مرحبا. والله احنا غير في الخطاب نناقشوا ما جاء في الخطاب ديال الرئيس عبد المجيد تبون. راك سمعت الخطاب لا؟ نعم سمعنا الخطاب، خطاب دام لي ساعة ونصف. هذا خطاب، أنا المشكل ونراه هذا خطاب موجه للجزائريين. أنا لا أرى أهمية أنكم تتبعوا الخطاب ولا تحوسوا شغل أنكم تتغمسوا في الكلام تاع تبون يخاطب شعب الجزائر ماهوش يخاطب المغرب. ونتمنى كما قال لي قبلي انه يكون عندكم مسائل يطلعوا ويديروا نقاش كما هذا، من سيرتو في بوست مثل رئيس الجمهوريه يقدر يريح ساعه ونص يسالوا فيه اسئله لادغه ويجاوب. والله الرئيس سي عبد المجيد تبون قال بان الجزائر عمرها 63 سنه، في حين ان سي دومير قال لك راه انتم تغوصون الى شيشين. اخي تكلم بالمنطق من فضلك وما نفوتوش مغالطات. الجزائر تكلم 63 سنه استقلال تام، يتكلم على دوله ناشئه، دوله ناشئه عندها 63 سنه، راهي جارة تاع دوله عندها 12 قرن. يا ابو ادم ما ديرش الانتربريتاسيون ديالك انت وتقول هذا. قال عمرها وليس استقلت منذ، عمرها
عمر الجزائر مستقله، هذا هو القصد تاعو. هو دوكا سمعتي مستقله انت سمعتيها؟ اخي الكريم هذا هو القصد تاعو. اذا انتم ما تفهموش القصد تاعو احنا فهمناه. واخا مزيان مزيان من اللي عرفناك بوتبريره حينما قال الرئيس الجزائري بان العدد الدول التي تعترف بالبوليزاريو 50 دوله، انت تعرف هذه 50 دوله؟ اخي الكريم البوليزاريو قضيه البوليزاريين ماشي قضيه الجزائريين. حنا نحيو البوليزاريو وندعموا في الشعب البوليزاريو، ما نحوش على تاريخ البوليزاريو ولا شكون يدعموا ولا شيء من هذا. نحن نريد التحقق من كلام فقط. هل انت كجزائري تعتقد بانه كاين اكثر من 50؟ نعم اعتقد بان هناك دوله واسمه المملكه. قلت البوليزاريو عنده مكانه في الاتحاد الافريقي وعضو مؤسس ومعترف به. وفي الاخير في الاعوام الاخيره بدات تسقط الاعترافات لصالح المغرب، تنازلات في الاعتراف. السبب لان المغرب طرح لان نعطيك السبب. لان المغرب طرح فكره جديده هي فكره الحكم الذاتي 2007. لان قبل ما كانش عنده حكم ذاتي. انت باش تطرح حكم ذاتي بينما لا ارضك. علاش الملك ما طرحش الحكم الذاتي على بلاصه يسموها كازا ولا على اكادير؟ طرح حكم ذاتي على المغرب، على الصحراء الغربيه. جاوبني السؤال هذا. راك تهضر بزاف يا صديق، راك تهضر بزاف. يعني انت الان تقر بعظمه لسانك بان الدبلوماسيه الجزائريه فشلت كونتر المروك. لا لم تفشل. لا لم تفشل اخي الكريم. بالعكس انا نشوف المغرب اللي فشلت لان الاعترافات الكبرى من الدول الكبرى كانت بصفقات. يعني المغرب دخل الكيان. واش دخلك انت صفقات ولا ما صفقات؟ واش دخلك انت؟ هذه قسمة المغرب. يعني المغرب دوكا حتكون بلاتي يكون فيها اليهود، يكون فيها بلاتي نهار تراجعت الاكوادور بعدما يعني دات الفلوس ودات دراهم ودات كل شيء، على حبستوا الاكوادور، حبستوا البنان. يعني انت كي خسرتي قضيه مع الاكوادور راح فيها شعب اللي ولات عمان هي اللي تجيب لك البنان من شرق اسيا. هل هذا معليش هذا شأن داخلي ماشي شأن مغربي. انا جاوبني على السؤال. جاوبني على السؤال. علاش المغرب راهي تطالب بالحكم الذاتي في الصحراء الغربيه وما طالبش بالحكم الذاتي في اكادير باش تعرف بلي ماهيش ارضك؟ يا اسمع دقيقه، انا ماشي ارضي وديتها ماشي ارضك يا عمي. اسمع دي معك سؤال. هذه ماشي ارضي، انا ديتها صحه. انت واش دخلك؟ ما تديهاش. انا هنا باش نمنعوا المغرب ما يكونش عندها صحراء. احنا جزائريين، الهدف تاعنا تقسيم المغرب. هذا هو الهدف. يا ابو ادم هذيك ارض تسال فيها انت شي حاجه كجزائر؟ نسال فيها انا عمي. واش تسال فيها؟ نسال فيها اني نقسمها على المغرب. انت تسال فيها تقسمها على المغرب؟ انا عمي. يعني انت الحلم ديالك اسمع ماشي حلم، هذه حقيقه. اذا دوك انت راك عايش فيها مستعمر صح. سكانها الاصليين راهم في تيمبي. خلينا نتكلموا معاك. يعني الحقيقه المطلقه اللي كاينه دابا وتقرها بعظمه لسانك هو انك تسعى الى تقسيم المغرب، صح؟ نعم نسعى تقسيم المغرب والجزائر دوله ذات ايادي خفيه. شوف الجزائر عندنا قضيتنا مع في المغرب مع الصحراء الغربيه، وعندنا مالي مع الازواد، وعندنا في ليبيا مع طرابلس. الجزائر حنا حاجه مدفونه في شمال افريقيا بدون رضا الجزائر. يا بلاتي واش قصه الايادي الخفيه؟ هذيك هي اللي ابحث فيها اخي الكريم. انا روح ابحث فيها. مانيش عارف شنو قصه المهم احنا نهضروا على تقسيم الجزائر ان شاء الله نقسموا المغرب وياخذوا شرق الصحراء الغربيه بلادهم ولا ندعموا فيهم الى الممات. كما قال تبون قضيه مبدا احنا اللي معاهم الى الاخر الرابع. صح قضيه مبدا. دابا انت كتقول ان يعني الهدف ديال الجزائر هو تقسيم المغرب. الغايه ديالك انت من بعد ما تقسم المغرب واش هي؟ فقط انك قسمته؟ نعم نقسموها برك، هذا هو الهدف. نقسموها اضعاف المغرب. النتيجه اللي باغي تحصل عليها وشنو زعما؟ قسم اضعاف المغرب وتقسيمه. هذا هو الهدف اللي حابين نسمعوه. هذا هو الهدف الجزائري. لان المغرب بلاد يهود يتكلمون العربيه ونحن ضد الكيان. اسمع وانا من هذا المنبر نقول لك الله يقسمك من خرجتك. قسم المغرب. انت غتقسم المغرب.
لا جيب لازم نحيد من الأداة الأيادي الخفية تم خارية باش مع أبجديات البقاء على القيد الحياة ديال أمك يقعد لك الشر بيتقسم المغرب. قسمتوا المغرب حتى من اللي كان في أيام يضع فيه، أما من اللي ولي حاكم من الوسط. أحمد ربي لأن المغرب لا يعاملك بنفس المبدأ، لو كان يعاملك بنفس المبدأ والله خراك ما يجمعوش طايط. انت دولة مترابية الأطراف وواحد في الماكلة. تخيل تولي عندك الفوق باش تعيش. يوليو أدراري يصيفطوا ليك، المغرب يولي يروف عليك يا المرخص. بلاتي نحيد بلاتي نشبع فمكم سبان بلاتي. قال لك الهدف ديالنا غنقطع امك هاد اللايف هاد لابارتي هادي وغادي نلوحها لك في التيك توك. شباب عطينا شي لعيبه نجلسوا ليه لا سي بون غادي ناخذ كرسي. والله الا قال لك الحلم ديالي نقسم المغرب. واعر اعتراف خطير هذا امك. والله العظيم الحلم ديالي نقسم المغرب. حلم كي داير يا محينك ما نسيت والو. والله الا قال لك الحلم ديالي نقسم المغرب. وشنا هي النتيجه؟ صافي نقسمو صافي. المرخص يا محينك. بلاد الناس مازال تعيش في لابوبيل يا المرخص يا طحاحنا يا الهويش. وتجي تتقسم المغرب وانت واحد خرج غير البارح دولك غير على الامازيغيه ضربتيه ب5 سنين تاع الحبس. علاش؟ باسكو عارف بان هذا التماسك ديال العروش اللي عندك نتمايا قادر انه ينهار في اي لحظه. التركيبه هذه ديال مزاب وديال الاوراس وهادو مازال ياكلوا بعضياتهم. لا المقطع انا غادي نقطعو غادي نلوحوه انايا في لاباج ديالي عادي جدا ويتبارطاجا نورمال. والله العظيم. الاخوان سمحوا لي انا الله كنشوف سي سيزار تا هو معنا، سي عثمان. السلام عليكم. كيفاش طلعت انايا؟ والله لقيتك دير انفيتاسيون تكون بركت عليها بالغلط ولا شي حاجه. واه سي بوسيبل حيت انا كنت كنسمع لكم و جي با كومبري. السلام عليكم الاستاذ. تحياتي سي عثمان ربي يحفظك. تحياتي خويا سيزار الاستاذ جمال الاخوان كاملين تحياتي لكم. سي عثمان دريس واش سمعتي شنو اللي قال لك انا غادي نتكلم دغيا وغنهبط انا راه مقال تحت. قال لك اضعاف المغرب يعني يعترفون بان المغرب قوي لكي يجب اضعافه. شوف جمانة انا نستغل هذه الفرصه هذه. شوف هذه راه كان ذكر حتى السي منار سليمي والابن ديالو كيقول بان لكي لا يكون المغرب قوة إقليمية في المنطقة يجب تجزئه، لأن قوته في كمال جسده، لأنك إضعافه في منطقة ما وخلق الأزمة هناك لا يجعل من المغرب كاملة، زعما نقولوا حنايا المكتملة الأطراف حتى لا يكون قوة إقليمية. باش تكون قوة إقليمية ما خصوش يكون عندك مشكل مفتعل داخل الأراضي ديالك، وهذا يعني أمر لعبوا عليه الجزائريين، إضعاف الدولة بهذه المسألة هذه عبر التقسيم حتى لا تكون قوة إقليمية. يعني تخيل أنت من 75 إذا لم يكن لدينا هذا المشكل المفتعل أين سيكون المغرب؟ أمر هذا معروف، وبالتالي هذا ممنهج، لأن بومدين خدا هذا الأمر هذاك على عاتقه. علاش قال لي الحجرة في الصباط على أساس أنك ما تسرعش في الخطوات واللي مطارف مع هذيك الحجرة ديال الصباط، والهدف كان واضح إضعاف المغرب حتى لا يكون قوة إقليمية. أوكي ولكن دابا هذيك الحجرة في الصباط اخويا انا دابا غادي ننزل هذيك الحجرة في الصباط ياك ولات لهم عافيه بين الرجلين، وإلا كانت العافيه بين الرجلين راه كتشوي شي بلايص ما كاين سكر كاع. دونك الا شوات دوك البلايص ما بقى عندهم والو، وانتم عارفين في الجزائر شنو كاين.
دونك الا جينا نتكلموا وغادي نقولوا غيتشواو ليهم بين الرجلين، صافي ما بقى والو، ما بقى حتى شي حاجه. أزمة الرجال تتحقق عند الجزائر. الحجره في الصباط ولات لي في المسمار في العنقره، راهي دوله كامله دابا مشله. وشنو كاين شي حاجه في الجزائر اصلا؟ هذا راه المهم اخويا الله يعطيك السر، صيفط لهم داك السكانير اللي عندك على عرض سيد ربي، الله يرحم والديك اخويا. شوف هذاك المسمار فين كاين، وشوف حاول اخويا تحيد لهم داك المسمار بالنورو نافيغاتور، بالنورو نافيغاتور بلا ما تقيس ليهم شي بلاصه واحده اخرى لا يتشلوا كاملين. اسمح لي اخويا الله يعطيك الخير، شكرا جزيلا، الله يعطيكم الخير. الاستاذ سيزار ادريس صباح الخير. ياك ما ضربوا لك الحساب ولا شي حاجه؟ ضربوا لي الحساب البارح عند سعيده برنوس في الليل. الايام انا جيت مباشره من بعدك اكزاكت. يلا سمعتك لنا يلا انا هبطوني بالسينيا وانت طلعتي داك الساعه. لا هاد الايام راه حطوا على راك داير كونت بريفي. نرجس راه ضربوا ليها 3 د الحساب. لا شوف، هبط سيزار عاود رجعوا اونتربريز وعاود طلع يلا. اوكي قلت لك الاستاذ راه بهاد الايام حاطين على حسابات، راه نرجس ضربوا ليها 3 د لي كونت، 3 ديال لي كونت ضربوهم الاستاذ نرجس. سمعت المداخله ديال هذاك 3 د لي كونت، راه البارح 3 د لي كونت ضربوا البارح ب3. ما سمعت المداخله ديال هذاك السيد اللي جا اليوم قال لك على شي حكم الذاتي بالضبط لهذيك المنطقه. يعني هذا مسطي، راه الحسن الثاني هو اللي حط لكم الملف في اللجنه الرابعه، محمد السادس راه دابا كيجرجركم من عماسين بالحكم الذاتي، يجي الحسن الثالث يحسم كل شيء. داك الشيء الله يعاوننا ويعاونكم. ولكن لو كان ما كانش هذه القضيه ديال الصحراء، حنايا شنو هو الحل اللي عندنا باش نضعفوا هذه الجزائر الاستاذ الدكتور ديالنا؟ شنو هو الحل يعني باش نضعفوها ماديا؟ حيت الفلوس الجزائر اليوم يعني الا ما داروش في هذه القضيه ديال تيندو، يعني هذاك الفلوس غادي يستغلوه لشي حاجه اخرى، يعني غادي يكونوا منافسين. لو كان تفضل. هو على المستوى السياسي الجزائر بوحدها هي راسها، وعبر ما تقوم به وصلت لدرجة العزلة السياسية بوحدها. ما المغرب لم يتدخل في هذا الأمر. يعني أنت مثلا مع النيجر ولا مع المحيط ديالك الإقليمي أنت خربقتيها مع كل شيء، ضعفت راسها مع فرنسا، دخلنا احنا مع روسيا، الحليف كاع الاستراتيجي اللي كان عندها، غير لو فيت انه جاب الفاغنر المالي تخاصموا مع الرواسه، راهم ما عرضوش عليهم كاع سميتو، مع النيجر، مع مالي، مع موريتانيا. ياك موريتانيا كان الرئيس ديما غادي شاد الطياره جاي، مع اسبانيا حتى وصلت ان الرئيس يعني وزير الخارجيه ولا الوزير الاول الجزائري ينتظر في رواق حتى يصل عنده الرئيس ورئيس الوزراء الاسباني ويقول له on a besoin de votre visite n'hésitez pas de nous voir ولا هادي ولا جي راحنا عندنا العرس، جي راحنا نتسناوك on a besoin شتي on a besoin. هذه تعطي مسألة الاستعطاف، يعني كنت وليت رخصتي لدرجة انك تسنى رئيس بلاك يجي عندك تصور معاه. وهذا هو العزلة الدبلوماسية اللي كتعيشها الدولة الجزائرية والتي تتوسل الزيارات. هذه النقطة الأولى، إن هنا تعطي. على المستوى الاقتصادي هي بوحدها الدولة الجزائرية، علاش؟ لأنها لم تبني اقتصاد في لا ديفيرسيتي ديكونومي اللي ممكن أنه يأهلها أن اعتمادها الكلي على الطاقة تخرج من تلك التبعية للمحروقات. الآن حينما تصل وتقول بأن 92% صادرات الجزائر عبارة عن محروقات، يعني حينما انخفضت الأسعار الآن يتآكل احتياطي الصرف. يعني العام الجاي إذا استمرت الأسعار بنفس الوتيرة سينتهي احتياطي الصرف. السؤال المطروح، ماذا ستفعل الجزائر؟ واش غتبيع البلاد؟ واش غترهن الدولة؟ وسيعود فرنسا باستعمار جديد؟ إذا الحلول اللي مطروحة دابا أمام الجزائريين أشنو غديروا في حالة إذا استمرت الوتيرة ديال أسعار البترول والغاز بنفس الأثمنة اللي كاينة دابا؟ إذا كنت أنت خسرتي 11.8 مليار دولار في 6 شهور، بمعنى لو نفترض حتى ان عندك 70 مليار دولار، راك مع نهايه السنه غادي تمشي لك، او العام الجاي، نهايه العام الجاي. اذا شنو هي
الحلول الترقيعيه اللي ممكن دير الدوله باش انها تصلح الامر. ما عندكش واخا على المستوى دعنا نقول التركيبه البشريه للجزائر. الجزائر معروفه انهم داخليا وقبل ما يكون المغرب عدو كانوا كياكلوا بعضهم. هذه كتسمى العروشيه والقبائليه في الجزائر معروفه وما زالت الى يومنا هذا. واكبر عرش عندهم هما في الجزائر هو العرش النايلي. كانوا كياكلوا بعضياتهم مازال لحد الان. الاوراس راهي تاكل القبائل ما يتحاملوش مع مزاب ما يعايروا الغرب ما يحملوه الصحراوه. هاكا مطايفين مع بعضياتهم. اوكي. والبارح غير هذه 3 ايام راه اللي عنده الفيديو ديال كادر طلعت معاه وحده. يا رياض قلت لي شكون قال لك؟ اما لا تسمع ما عندكش مشكل نسمعوك حنايا. بغيت تسمع نسمعوك نورمال. هاي برا البروبليم حنا نجيبوا لك بالدليل. حنا ما نجيبوش لك واحد الولد ولد تيارت تم يعني مع الاسف قتلوه بسبب العروشيه لان العروش كانوا طايفين على الارض. والجزائر الى يومنا هذا مازال ما وصلتش انها تحسم المشكل ديال بلاتي. وين راه الفيديو؟ اصبر تشوف ملي كيكون عندي هنا. انا كنهز فيديوهات بزاف عندي هنايا. المهم على اي الاستاذ دريس اسمح لي على ما تقلب على الفيديو يعني باش نرجع لهذاك السيد وغادي نخليك ترونكيل في اللايف ديالك. راه جيتو تضعفوا المغرب يا با بروبليم. راه نتوما الهدف ديالكم هو تضعفوا المغرب. ودابا راه يعني العالم عارف داك الشيء بانما نتوما راه الهدف ديالكم يعني ماشي انساني ماشي من اجل تعاونوا الشعب المقهور ولا شي حاجه. الهدف ديالكم وهو ان ما عندكمش القدره يعني القدره عسكريه باش تحاولوا ما يمكن ديروا شي حاجه مع المغرب. اذا اختاريتوا هذا الطرح هذا وصدقتوا. يعني انتم دابا وليتوا كتضربوا في الاقتصاد ديالكم. يعني جيتوا تضعفوا المغرب صدقتوا انتم ضعاف. انتم اللي صدقتوا ضعاف. يعني كتطلعوا وعلاش الحكم الذاتي وعلاش لهذه المنطقه. راه المغرب هكا كيجرجركم. المغرب المملكه المغربيه يعني كتجرجركم لانهم انتم كوام. يعني ماشي دي استراتيج ما عندكمش فيزيون لون تيرم ما عندكمش ان بلان داكسيون ما عندكم والو. يعني كتعاملوا يعني المغرب الدوله كدير الفعل وانتم كديروا رده الفعل وغادي تبقاو دائما في رده الفعل للمغرب وراكم كتدخلوا في الحيط. ونهار اللي غادي تدخلوا في الحيط نتمنى تكون عندكم شي طوموبيل من نوع فولفو ما تكونش عندكم هذاك فيات اللي كديروا ليه الفيسو الكتريك كما قال لك هذاك. راه لي ايرباغ الا كاين فيسو الكتريك من الجيري راه مستحيل يديكلونشا الايرباغ. الله اعلم غادي تخرجوا من الجيري وتضربوا الحيط. الاستاذ الدكتور ادريس اش حفظ الله تعالى المسامحه. راه غير كنقيسوا بعض المرات الا شفتيني راه كنقيسوا بعض المرات انا كنخدم. لا مرحبا بك. شكرا وتشرفنا بالحضور سي عثمان. مرحبا بك. شكرا مرحبا. تحياتي لك. تحياتي استاذ سيزار. بلاتي نشوف واش خدمت عندك. سي بون دابا مزيانه. لا راه غايه دوك راه مليح. راهي مليحه. اما الاخوان كاملين عند الاستاذ سيزار. راه يطلق واه. قال لك الهدف ديالنا هو تقسيم المغرب. هذا ماشي مفروض في راسو. واخا نزيدو. زيد اخويا دريس زيد. لان في دقيقه نرسلت لك انفيتاسيون اظن انه ما مساليش. على اي حال نلتقي مره اخرى ماشي مشكل. واحد السيد مسكين في وجده في الجوطيه في وسط المدينه يبيع السواك وجا يعرفوه يقول لهم حرحر وراه يحرحر.
هي هذه ديالو. راهي حرحر يا خويا. شوف ولكن هذاك راه خصك تشكرو، هذاك اللي طلع عندك قبيله، هذاك سميتو عبدو. او موان بعدا عندك واحد قالها لك نيشان، حنا 50 عام نقولوها نيشان، ها قولوها نيشان، خرجوا لها نيشان، باغيين نقسموكم هكذا لله في سبيل الله ديريكت. مكر، خبج، تشيطين، ما كاين شكرا لك مبادئ اللي سي، شكرا لك بزاف. فوالا هذاك اذا او موان بعدا انايا جو لو ريسبكت، او موان بعدا السيد واضح ما فيها، خلينا داك الخرطي ديال ودي مبادئ وكذا والشعب وتقرير المصير. ها قولوها نيشان كي قالت الاخت جمانه كيعترفوا ولا عارفين هما. شوف الدوله ديالهم عارفه بان الدوله المغربيه دوله صعيبه، دوله صعيبه. الشعب المغربي شعب تاعو السعودي، والشعب المغربي كان دائما قائد للمنطقه، وهادو غالبا ما عندك ما دير، خصك هكذا تقبل بها انهم شي نهار غادي يشتفوا عليك. فاذا هما عارفين هذا الموضوع هذا، عارفين بانه غادي بطبيعه الحال اليوم التوسع ما بقاش بداك المنطق اللي كان شحال هذه، ما يمكنلكش توسع، كاينه متحده وكاين حدود سياسيه ما بين الدول، صعيب انك توسع، غيوقع لك بحال داكشي اللي وقع لروسيا الاتحاديه، ما يمكنلكش غير تجي وتهجم. ولكن كاين التوسع بالمنطق ديالو الحديث اللي هو الزعامه الاقليميه، اللي هو السيطره على الاقتصاد ديال الاقليم، اللي هو انه المغرب يتحول الى عاصمه الاقليم، وهكذا كاين امور اخرى. فهم فاهمين الموضوع، فاهمينه مزيان، وفاهمين نقطه اخرى على ان ايضا الشعب المغربي والدوله المغربيه لن ولن 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 تتخلى على صحرائها الشرقيه. وهذه امور اللي هما فاهمينها مزيان، فهمتيني؟ يعني راه هما ماشي مكلخين بديك الدرجه اللي حنا كنقولوا لهم كلا، هما فاهمين الموضوع مزيان، عارفين بان هذه الدوله هذه واقفه لهم في القرجوطه ديالهم، والشعب المغربي والدوله المغربيه غادي يصحوا التاريخ، لان وقعت اخطاء في التاريخ. اخطاء ديال التاريخ هو انه الكيان الذي صنعته فرنسا ونفخاته الى درجه الانفجار، باش انت تنقل كيان مجموعه ديال القبائل الامازيغيه ومجموعه ديال القبائل العربيه من 350 400 الف كيلومتر مربع على الساحل الجنوبي ديال المتوسط، وترفعوا انت ل2 مليون ونص، تقطع شويه من الشرق شويه من الجنوب شويه من كذا وتنفخوا. هذه بعدا نقمه على الجزائر، هذه نقمه خصهم يفهموا على ان هذا الافتخار ديالهم بالجغرافيا الكبيره، هذه راه نقمه حقيقيه، وغتبقى دائما الجزائر مهدده ماشي فقط من المغرب، راه من جميع الدول التي اقتطعت اراضيها. راه كل طرف كل دوله تتحين الفرصه على انها تسترجع ما يسمى بالحقوق التاريخيه ديالها. فاذا هما فاهمين الموضوع مزيان، غير المغرب كان كيراهن على انهم يديروا العقل ويردوا البال ويقولوا الله، بحال اللي كان قايل الحسن الثاني الله يرحمه مسكين، كان يتوخى فيهم الخير. هو كان فاهمهم مزيان على فكره، لان الحقيقه اللي كانت فيه الطيبوبه هو محمد الخامس رحمه الله، الملك المقاوم، هو اللي كان كيعتبرهم بحال الابناء ديالو. هذوك المقاومين الصغار اللي فجروا الثوره كان كيعتبرهم بحال الابناء ديالو وكذا، ودار فيهم الثقه. ولكن الحسن الثاني ملي كان مستشاره لجلاله الملك محمد الخامس كان فاهمهم مزيان، لانه قاري قرايتهم وكابر في الجامع ما بين المدرسه المغربيه التقليديه وما بين المدرسه الفرنسيه، فكان فاهمهم، لان كلهم بن بلا بوصوف كريم بالقاسم الربعه كلها ديال المجموعه الاولانيه كلها قاريه عند المدرسه الفرنسيه، فهو شارب معاهم من نفس الخبز من نفس المدرسه ديال مساخه الوالدين، فكان هو عارفهم. ولكن رغم ذلك مشى على النهج ديال الاب ديالو رحمهم الله في الاثنين، ولكن سرعان ما بانوا بسرعه يعني تقريبا في شهور بانوا على حقيقتهم، في شهور يعني ما خداش الامر اكثر من. فاذا اللي بغيت نقول لك اخويا دريس ان هذا الكلام اللي قالوا هذا السيد راه فيه اشارات ودلالات كبيره، اللي كاع غادي نقسموكم، بغينا نضعفوكم، هذا هو الكلام وهذه الخطه وهي معروفه. غير حنا كنقولوا لهم ودي خرجوا من الخرطي اللي كتقولوه لراسكم تبردعوا به شعبكم انكم دوله تدافع على حق الشعوب. ما كاين لا حق الشعوب. وغير البارح راه قالها رئيس الجزائر، راه قال لهم انا غير بعدني ودير اللي بغيت راه قالها البارح، راه ما كاين لا حقوق لا دفاع. ما معناه غير بعدني وروح غير بعد لي حدودي ودير اللي بغيت، معنيتها انك ما كاينش مبادئ. وراه خربقوا داك الصحفي الصغير داك لو جون، رونوه بواحد السؤال على البراغماتيون. هذاك محاشي بقى يزيد كاع يكون صحفي.
لا غادي غير شويه يجبدوا له ودنيه وصافي يقولوا المره الجايه ما تعاودش. لا هو لا داك الصحفي هادو ولكن ما نظنش يتخلاو عليهم. غير اللي بغيت نقول لك انه خربقوا بهذاك السؤال، رونوا مزيان، راه ترون الرئيس هو كان ديجا مضطرب منذ البدايه. هضرت عليها في الفيديو ديالي في اليوتيوب، درت واحد التعليق المهم مفصل لهذا الموضوع. قلت على انه منذ وشي قراءه ديال المتخصص الاخوانيه، قراءه ديال الانسان المواطن المغربي يتامل في هذا الفرق الجزائر. والجزائر دو فاسون ماشي ضروري تكون فيها متخصص باش نكونوا واضحين، باش ما الواحد ما يزيدش فيه. الجزائر ماشي ضروري تكون مثلا قاري يعني مثلا العلم الذي يتخصص، العلم السيكولوجي اللي متخصص في دراسه الجسد، علوم الاقتصاد. انا راه كتجبها مؤشرات بسيطه وكنديروا لها اسقاطات. المهم فاللي وقع البارح هو انه كان مضطرب. راه قلتها انت اخي دريس البارح عند السي سعيد برنوس، كان مضطرب وقلق. وهذا كنظن انه العسكر قالوا له خصك تخرج وتعطي رسائل طمأنة للشعب الجزائري، لان كثرت المشاكل، كثرت الصداع والهضره عليهم. فالبارح العناصر ديال الخطاب لي زيليمون دو لونغاج كي ليون ايتي دوني هيير ولا فونتيير، هو انه هضر مع الشعب راه مقلق، ما فاهمش القضيه، راه كي قال الاخر ما مرونه. ها قول لهم راه حنا الامن ديالنا راه محمي والعسكر ديالنا راه قوي والصداقات ديالنا مع الحلفاء ما تيقوهمش راها مليحه. ها هما عناصر الخطاب تقريبا كل النقاش. والاقتصاد ديالكم راه مليح والسياسات ديالنا راه القضيه راه مرنكه هما سنه وجديه. هذا مرنكه ما يقولوها وجاده. فإذا البارح سي صا فات هادشي اللي كانوا عطاو له قالها ودار دار داكشي اللي عليه مسكين كواجهه سياسيه مدنيه لنظام عسكري وصافي. المهم داكشي اللي قالوا هو هذاك. شنو غادي نقول لك؟ المهم خرطي بزاف، تقدر تهضر على كل نقطه، هضر على دول عدم الانحياز. شنو دول عدم الحزازات شنو دول عدم الانحياز؟ راه عندك الميكرو مسدود ادريس، حل الميكرو. بلاتي واحد راه قال لي غادي نرسل لك وثيقه ولا هذا، مرحبا انا نطلعوك ما عندناش مشكل. هي دقيقه نخليوها الاخ سيزار ومن بعد نطلعوا كاع الاخوان، ما عندناش مشكل مادام ما كاينش جزائريين ناقشوا معاهم الاخوان. بالعكس المنصه محلوله للجميع. شنو هي هذيك؟ غير فو كونت. بون هذاك الشيء علاش راه كيتكتب بزاف، وهذا هو المشكل ثاني. انا الاخوان اللي ما هذاك ديال السينيال بلاتي نزيد نبلوكيك انا هو الاول بلاتي. عندك واحد ابوني وجاي باغي يدير لنا هذه الحاله هذه من هنا. لا حول ولا قوه الا بالله. غادي يكون بخوشه الكترونيه. سي دريس مساء الخير. انا وصل عندي مساء الخير. صباح النور اخ دريس، صباح النور اخ سيزار. انا والاخ العتاب تحياتي. انا فقط غير مناشده بعد الاخوان اللي حاضرين معنا المغاربه. سيزار من القامات العلميه انا كنعترف ليه بزاف او نيفو دو ريزو سوسيو. الله يرضي عليكم ديروا مشاركه خوتنا المغاربه، لان بحال هاد الناس هادو راه ماشي ناس ساهلين زعما في ناحيه لو ديبا والناحيه ديال لا يعني القيمه العلميه والفكريه ديال السيد. ديروا صاحبي ابوني، عيب ان نسمحوا بحال هاد الاشخاص هادو يعني بهذه الطريقه هذه. هذا راه خصو يوصل واحد 30,000 40,000 صاحبي. على اي حال شكرا اخ دريس. انا والله العظيم انا نحييك فيك بعد البروده الدم ديالك في ناحيه التعاطي مع هاد الخوت. وانا بالنسبه لي ما حققته اليوم في هذا اللايف هذا اثمن حاجه سمعتها في اللايفات ما يطلع عندك واحد. انا راه كنعتبر ذاك من يعني الاشخاص ديال لا دي ار اس، ولكن اقر بملء فيه، اقر يعني واحد السياسه ديال الدوله الجزائريه منذ هواري بومدين. ملي طلع له هواري بومدين وقال ديك الكلمه الشهيره ديالو بغيت ندير الحشا. هم يعرفون ان المغرب يستحيل انك تضعفوا، اولا لان عنده المقومات ديال الدوله الحضاريه الكلاسيكيه اللي عندها جذور سيرتو في الافريك. راه من الدوله السعد من المرابطين طلع سيرتو المرابطين والسعديين ربطوا المصير ديال الدوله المغربيه بالصحراء.
والنظام الجزائري يعرف يقينا ان الا بغيتي توقف المغرب راه خصك تقطع تبترو من الصحراء. تبترو من الصحراء يعني قضيتي عليه على البعد والامتداد ديالو في المنطقه ديال الصحراء اللي كانت تاريخيا القوه ديال المغرب والصلابه ديال المغرب في المواجهات ديال الخطر اللي كيجينا دائما من الشمال ولا في الشرق، ولكن في الاغلب كيجينا الخطر من الشمال من اسبانيا والبرتغال تاريخيا. هذا هو لحال. شكرا خويا دريس على هذه الفرصه هذه. ربي يحفظك. شكرا مرحبا بك ومرحب بك في اي وقت حبيبي. ربي يحفظك. تحياتي لك. شكرا لمرورك الجميل. وبدوري انا اقول بان لازم اننا نسيبورتيو كي نقولوا، ولو الناس بحال الاخوان ما لا لو جينيرال لا سي سيزار لا العديد من الاخوه، المتابعه ولو سيبور هذا يحس الانسان بانه فريمون راه مدعوم وعنده، يعني راه يقدر ان الانسان كي تضرب له اللايف الاول تضرب له الكونت ثاني الثالث يولي ثاني سي سيزار راه يفهموها وجازا صدق ثاني مخاري مع لايف باش يطلع ثاني كونت اخر يبان له ثاني غيخصو مجهود صافي عيا يلاشي. وهذا هو اللي نخافوا منه. الا مشاو واحد 10 ولا 15 واحد اللي كتأتت هذا التيك توك هذا واللي اصلا كنتعلموا منهم، انا من اول الشخصيات اللي كنت كنتابعه هو سي سيزار قسما بالله. غنحط التليفون ونبقى نسمع ليه بطريقه النقاش حتى كيف يدير اللايف ومتحكم. هاد لا جيستيون ديال اللايف ما معطياش لتو الموند. انا وبعض المرات كنخرج على الصواب، ولكن لازم اننا ندعموا الناس ولو يعني معنويا بالوقوف معهم بهذه المساله هذه باش يبقاو على اوتور ويبقاو يجيبوا الجديد في اطار التفسير في اطار بزاف الحوايج. فتحيه باسم سي سيزار وسي جباره والاخوان كاملين اللي حاضرين، تحيه لجميع المغاربه فين ما كانوا وباي مجهود قاموا به حتى ولو بالتكبيس من وراء الشاشه. فتحيه احترام وتقدير لكم جميعا. نمشيو عند الاعتاب العلويه الشريفه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا نقول الجباره ما عطيتينيش الكلمه، عطيتيني الكلمه وما وفيتيش بها. واخا طلبتك دار بغيت غادي نطلب دابا من الاخ دريس. لا جباره صديق، لا قلت ليه غير في واحد جوج المواضيع يتعمق شويه لانني قلبت وما لقيتش، وطلبت منه باش هو يقلب في بالدور ديالو ويشوف واش يلقى الجواب. السؤال الاول طلبت نقلب العلاوي نسيت الله ينسى. صاحبي في سميتو في الكريدي باي اللي كيخلصوا في لي ستاتيستيك تريمستريال. لا نعرفوهم علاش كيخلصوا الكريدي باي. سير على عندهم في واحد غير اسمح لي دقيقه. السي احمد الى راك في الانتوراج انا راني في ولاد عبو اون سي جامي راك عارف البلايص اللي كنجلسوا فيها. تفضل استاذ. هما كينشروا لي ستاتيستيك تريمستريال ديال لا بنك دالجيري، وهذوك لي ستاتيستيك تريمستريال اولا بنك الجزائر تعترف بانهم كياخذوا قروض من الدول شهريا وكل شيء موثق، ودايرين واحد لا لين في لي ستاتيستيك د لا ديت اكستيريور، دايرين لين خاصه بالكريدي باي. هذيك لا لين الكريدي باي عليت نقلب عليها ما لقيتش علاش كيخلصوا عن كريدي باي. هذا من جهه اخرى بالنسبه للغاز اللي كيبيعوه. الغاز اللي كيبيعوه سور دي كونطرا ا لون تيرم، ولي كونطرا ا لون تيرم فيهم الكوسيونمون. هذاك الكوسيونمون الفلوس اللي حطات الدول اللي موقع معهم عقود طويله الامد ما كاينينش في الخزينه، ما دخلوش للخزينه العامه الجزائريه. فين مشاو؟ اما صرفوهم على الشعب وكلاوهم، واليوم ما عندهمش باش يردوا الضمانات اللي حطات لهم الدول، اما داوهم لي جينيرو. هادو هما الطلبه خويا جبره اللي كنت طلبت منك باش تقلب معايا فيهم، لانني ما لقيتش وما جاوبتينيش، وتعمدت باش نطلع قبيله عند الاخ دريس ونطرح عليه حتى هو السؤال الا كان ممكن يقلب في هاد جوج المسائل. لان الكوسيونمون عندهم الكوسيونمون د لاسبان، د ليطالي، دي بيبا، د لا بلجيك اي د لا فرانس. هاد الخمسه الدول حطات اون كوسيون باش تشري الغاز
ماشي بثمن الثمن ديال البورصه العالميه، ولكن بواحد الثمن بسيط جدا. الغاز كيتباع ب 4.85 لو 4.85 لو متر كوب الثمن ديالو. اسبانيا كتخلص ابوبخي 2.90 وعندها ان كونترا سور 10 ans. دونك كتحط بحال كل شركه كتحط ان كوسيونمون كي فو ابوبخي 3 mois d'importation. هذيك الاموال ما لقيتهاش، هاد الاموال اللي حطتها الدول ما كايناش في الميزانيه للجزائر، فين مشات؟ هذا هو السؤال اللي كنت باغي نطرح عليك اخويا دريس. انا طرحته. خويا جبار الله يجزيك بخير، قلبت انت من جهتك وراه كنزيد نقلب، وإلا لقيت شي جواب راه نصيفطو لك ديريكتومون في الواتساب. كاين مايكل فريدمان، راه كاين لي بايور دو فون، هما راه اصلا شحال هادي كياخذوا من عند لي بايور. بحال مايكل فريدمان راه سي ان باير صاحبي، ديك 15 مليار اللي عطاهم. مايكل فريدمان عطى لا كوسيون ديالو لنيوماد انرجي، دات لهم توات. اييه ما عارف واخا ما كيعرفوش. هذا كان ستان باي يا صاحبي. وي سي بيغ كان باي. سي لا الكوسيون ديالو خداتها نيوماد انرجي وخداو اون كونسيسيون بحال اللي دارت لهم لاشين في تبسه. خداو اون كونسيسيون دو 30 ans d'exploitation gratuitement sans payer la concession. ياك عندهم الدراهم، عندهم العمله الصعبه، علاش ما خلصوا؟ لا عندهم الدراهم. اش من عمله صعبه الله يهديك. واش هما عندهم مازال عندهم الكريدي دي غوفرنمون فرونسي دالجيري د 1930 مازال دابا نجبدها لك دابا مازال كتداول في باري. اوكي كانوا طالبين كاس الدراري مشاو ما عرفتش. على اي حال هذاك البريكو ديال قبل يطلع كيهضر على الصحه. ما تخلاش على الصحه، قال ما تخلاش على الصحه. يتكلم على الصحه. واش غادي نديروا ليها سي جبار حنايا؟ ما تخلاش عليها. حنا كاع ما بغيناك تخلى عليها، حنا بغيناك تضرب بوك تلافع هي تخلى عليك. بوليزاريو هي غتخلى عليك. جبارة ما عرفتش لاحظتوا انه كمل السؤال، هو كمل السؤال عاد جاوب عليه. فاش هضر على المح وهضر على البراغماتيه قال له واش ربحنا العداوه ولا ما ربحنا العداوه مع واحد. راه كمل السؤال كان يفترض على ذيك البراغماتيه سي سيزار. هو نورمالمون ما بين المبدا والبراغماتيه، يعني هل يعني تخلت الجزائر على المبادئ من اجل البراغماتيه او بقات على المبادئ ديالها وتتغنى بالبراغماتيه فقط؟ لا هي دائما في البراغماتيه. راه قلت لك هما يسون ultra براغماتيك في الموضوع ديالهم مع المغرب، ولكن المبادئ هو الخطاب، هو السرديه، هو القصه، هو القاموس، هو الاداه، هو الاليه. هذا هو اللي كاين. ما هما عمرهم معنا كانوا دائما براغماتيه. خصنا نعرفوا على ان التقسيم راه قمه البراغماتيه بالنسبه للجزائر، لان عرفوا بانه الى ما عرقلوش المغرب في الموضوع ديال الصحراء المغربيه غادي يتناقش معاهم في الترسيم ديال الحدود والصحراء الشرقيه. فهذه ما فيهاش مبادئ ديال البراغم. ولكن كيفاش كيخرجوا على العالم في المحافل الدوليه، في المداخلات في الامم المتحده، في سيزار كتسمعني؟ وي انا كنسمعك. انا مشى ليا كنسمعوك ما كيبان ليا والو. راه يمكن كيسينيالي هو. هذا سيدي دريس الا بغيتي تكبرني نوريك فين لقيت هذيك باش الا كنتي باغي تقلب عليها. يا ودي انا ما بقى عندي باش نوريك لا على بوطون ولا لا حتى حاجه باش نكبرك انا. بلاتي عيط لك الصوره بلاتي. الصوره مزيانه والصوت مزيان كيما احنا عندنا. لا هو اللي عنده السينيال ما كيتحيد ليه. اوكي راشد
انا تسمحوا لي نلعب غير واحد الجوله الا كان ممكن. سير اخويا ادريس سير. تفضل ادريس. ياك والله العظيم. وباش نهبط ما عنديش باش نهبط. نهبطوا غادي نهبطوا غادي نهبطوا وانت دير الجوله. غادي نهبطوا. بس زار لعب انا وياك. اذا خصني نحل لايف اوكي هذه. لا صافي سي بون بلا ما تبرز. سي بون صافي تحل المشكل. ماشي مشكل. بلاتي نشوف. اصبر دقيقه.